عارف ليه عميلك بيسيبك ويروح للمنافسين بتوعك رغم إنك بتقدم منتجات جودتها أفضل؟ الأمر محير فعلا. لكن في راجل ياباني اسمه نورياكي كانو قال لنا إن السر كله في التوقعات، وعمل لنا نموذج لتوقعات العملاء اسمه كانو موديل. قال لك إن أنت عندك 3 مستويات من توقعات العملاء. أول مستوى اللي هي الحاجات الأساسية، اللي هي لو مش موجودة عميلك هيتجنن. ما هو ما ينفعش تشتري عربية ملهاش كاوتشات. المستوى الثاني الجودة المتوقعة، ودي الحاجات اللي كل ما تتحسن كل ما عميلك هيكون راضي. زي مثلا بتشتري تليفون فراح مزود لك عمر البطارية أو مزود لك جودة الكاميرا. الحاجات دي بتبسط العملاء، بس مش دي اللي هتكسبك المنافسة. أمال إيه اللي هيكسبني المنافسة؟ اللي هيكسبك المنافسة المستوى الثالث من التوقعات، هي الحاجات المبهرة، والحاجات دي اللي العميل أصلا ما كانش متوقع إنها موجودة. زي مثلا لما المنتج بتاعك يوصل للعميل ومعاه جواب شكر مكتوب بخط الإيد، أو هدية صغيرة ما كانش متوقعها. هي دي الحاجات اللي بتكسر السوق وبتخلق ولاء حقيقي لدى العملاء. علشان كده اوعى تضيع مجهودك في انك تبقى زي المنافسين. اكسر المعادلة وفكر في المفاجأة. هي دي اللي هتخلي عميلك يبقى راضي عنك، وهي اللي هتخليه يتكلم عنك. عايزكم تشاركونا في التعليقات كل واحد مر بتجربة خد فيها حاجة مفاجأة مع منتج خليته فاكر المنتج والشركة لحد دلوقتي. وما تنسوش، التسويق مش مجرد كلام.